ايه العلاقه بين ماكدونالدز والعقارات؟ كتير من الناس فاهمه ان هي مجرد شركه اكل، بس الحقيقه ان الموضوع مش بالصوره دي. ماك واحده من اذكى الشركات اللي عرفها السوق، وسر النجاح ده مش ان هم بايونيرز في الفاست فود، لكن في حاجه تانية تماما، العقارات. اللي مش كتير عارفينه ان ماك في الاساس شركه عقارات اكتر من كونها شركه اكل. ماك مش بيمتلك فقط المكان اللي بتاكل فيه، هو في الحقيقه مالكين للاراضي والاماكن اللي عليها الفروع دي، وبعدين بيأجروا المبنى كله لفرنشايز. يعني زي ما بيكسبوا من بيع البرجر، كمان بيكسبوا من الايجارات اللي بيجيبها العقار. طب هو النموذج ده بيحقق ازاي دخل مستمر؟ الفرنشايز بيدفع لماكدونالدز ايجار شهري ثابت يعتمد على نسبه من المبيعات، وده اللي بيضمن لهم دخل ثابت ومستمر حتى لو البرجر مش في افضل حالاته. بس ده مفهوم عن فكره الفرنشايز، ومع مرور السنين بيحصل نمو للقيمه السوقيه للاراضي. يعني ماكدونالدز مش بيبيع اكل لكنه مستثمر ضخم في العقارات. الاستثمار في العقار هو اللي بيضمن لك دخل ثابت على المدى الطويل، مش زي باقي الاستثمارات اللي ممكن تكون عرضه للتقلبات. العقار قيمته بتزيد مع مرور الوقت، هو بيحافظ على قيمته حتى في اسوأ الظروف الاقتصاديه. اللي عايز يبني ثروه حقيقيه لازم يكون عنده رؤيه طويله المدى، والاراضي والمباني من افضل الطرق اللي ممكن تحقق ده. لو عايز تعمل استثمار مستدام وامن، العقار هو الطريق الافضل. لكن العقار مش بس اصل، ده كمان اداه لبناء الثروه على المدى البعيد. زي ما شفنا في مثال زي ماكدونالدز، لو العقار هو اساس استثمارك هتكون دايما محمي من تقلبات السوق، وارباحك هتزيد مع الوقت. لو حابب تعرف اكتر عن فرص الاستثمار العقاري، اكتب كلمه عقار في الكومنت.